يا صباح الورد، يلا بينا النهارده نعمل مخلل الليمون المعصفر اللي يجنن يا جماعه. نبتدي على طول. اول حاجه معايا حله فيها ميه بغليها، واحط فيها حبهان وورق لورا. لما نيجي نختار الليمون عشان نخلله لازم يكون الليمونه كبيره صفرة وناعمه جدا، يعني ملمسها ناعم عشان تبقى طعمها حلو في الاكل. بعد كده ببتدي افتحهم كلهم، اعمل لهم علامه زائد كده زي ما احنا شايفين، وبعدين اخلص الكميه اللي معايا. انا جايبه كميه كبيره فعملتها كلها. بعد كده ببتدي انزل بقى بالكميه دي كلها في الميه المغليه زي ما احنا شايفين، احطها واسيبها بقى لحد ما تطرى خالص. ده انت لو عايزه تاكليه بعد اسبوعين. لو عايزه تاكليه بعد بقى تقعديه عندك شهر شهرين ثلاثه سنه، يبقى هتغليه لمده 5 دقايق بس وتطلعيه تاني. بعد كده في الكبه معايا فلفل احمر كبير رومي، بحط عليه فلفل شطه اللي هو القرون الفلفل الشطه الخضراء اللي زي ما احنا شايفينها كده. بعد كده ببتدي احط راس توم، يعني حوالي 7 8 فصوص كده كبار من الثوم. وبعدين بكمل كمية الفلفل، طبعا ده حامي عشان يعني يدي كده الليمون طعم حلو. بعد كده ببتدي احط بقى زيت زيتون، بحط تقريبا نص كوباية من زيت الزيتون، نص كوباية من الخل زي ما احنا شايفين. وبعدين ببتدي احط كمان ملح. عندي نوعين من الملح، ملح خشن وكمان ملح ناعم. ممكن ما تجيبيش الخشن وتستعملي كله ناعم عادي زي ما احنا شايفين. ونبتدي بقى نحطه على الخليط ده عشان يتضرب كلهم في الكبة. دي اول خطوة معايا. بعد كده اهو زي ما احنا شايفين بنضربهم في الكبة لحد ما ينعموا، او حتى ممكن تضربيه خشن مفيش مشكلة خالص. بعد كده بحضر بقى الخلطة اللي هحشي بيها الليمون. معايا كرفس مقطعاه، كرفس بلدي عادي، كمان معايا جزر مبشور زي ما احنا شايفين حطيته عليه. بعد كده معايا العصفر، بتحطي بقى كمية كده حلوة يعني محترمة. بعد كده بتحطي حبة البركة، اهو معايا حبة بركة برضو تحطيها كتير. انا عاملة برطمان كبير فحطيت طبعا كمية كبيرة. بعد كده بقلبهم في بعض كويس قوي بقى، وببتدي انزل بالخليط بتاع الفلفل الاحمر والفلفل الحامي، قرون الفلفل الحامي وزيت الزيتون والملح. بعد كده بحط عصير ليمون كتير، يعني تقريبا هتعصري كده كيلو لكيلو ونص ليمون. بعد كده بقلبهم في بعض كويس قوي زي ما احنا شايفين لحد ما كلهم يتداخلوا في بعض. وبعد كده ببتدي بقى اسيره على جنب كده لحد ما ايه خلاص المية غليت والليمون طري. بصوا هوريكم ملمسه دلوقتي، بس الاول هصفيه من المية بتاعته، احطه في طبق تاني عشان خلاص نوقف بقى الغلي بتاعه. احنا مش هنحطه في مية تانية ولا حاجة، احنا خلاص كده بنصفيه بس. والمية اللي معايا دي هنستعملها ومش هنرميها يا جماعة، لان دي كنز، لان فيها كل عصير الليمون. ادي شكل الليمون معايا. وادي كمان يحط كمان حبة لما المية تبرد شوية احطهم في طبق عشان احط بقية المكونات اللي معايا وادوبهم في المية دي عشان هنحطها على الخليط اللي معانا. المية دي احط عليها ايه، احط عليها معلقة كبيرة من السكر، واحط عليها كمان معلقة كبيرة من الكركم. زي ما احنا شايفين الكركم مهم، بيديه لون حلو قوي، وكمان الكركم مفيد وطعمه حلو. زي ما احنا شايفين نحط بقى الخليط ده على على الكرفس، وعلى كمان الجزر، وعلى بقى كل المكونات اللي انا حطيتها اللي قلت لكم عليها. بصوا الليمونه طريه خالص، يعني هتقعد اسبوعين بالكتير قوي وهتاكلوه ان شاء الله، ممكن 10 ايام كمان ويتاكل. وابتدي احشيه بقى زي ما احنا شايفين، وابتدي اعبيه في البرطمان يكون طبعا معقم. انا عملت في البرطمان ده وبعدين غيرت برطمان تاني، لاني لقيت البرطمان ده كبير على الكميه اللي انا جايباها، فغيرته ببرطمان اصغر. ببتدي بقى ارص الكميه اللي معايا بعد ما احشيها. طبعا احسن ان انا احشيها عشان كل ليمونه تاخد الطعم بتاع الخلطه. زي ما احنا شايفين خلصت الكميه اللي معايا، وابتدي انزل بقى بالخليط اللي انا عاملاه، العصفر بالجزر بالفلفل بالليمون، كل ده. وبعدين لو انا احتجت بقى ازود السائل اللي معايا بزوده من ميه الغلي اللي احنا غلينا فيها الليمون. زي ما احنا شايفين بنزل كله، وبعدين اخر خطوه خالص بقفل بقى بالفلفل القرون الشطه زي ما احنا شايفين. وكمان بقفل بالليمون اللي انا عصرته، بقشر الليمون. قشر الليمون انا كمان غليته مع الليمون، يعني بعد ما خلصت الكمية الاولى غليت قشر الليمون عشان كمان يبقى متعقم وما يبوظش الليمون. زي ما احنا شايفين بحطه بقى، ده اللي بقفل بيه البرطمان، وبضغط كده عشان ينزل لتحت، وعشان كمان اقفل بالسائل اللي معايا وما يبقاش فيه اي مجال ان يخش له هوا ويبوظ.
ممكن تحطي كيس وممكن تسيبيه كده وخلاص تقفليه لو البرطمان محكم الغلق يعني كويس قوي. بعد كده خلاص هتنضفيه وده كان الليمون معانا النهارده. هتسيبيه بقى من اسبوع ل10 ايام كده الاسبوعين وتبتدي تفتحي عليه وتاكليه. وده كان الليمون المخلل المعصفر، والف هنا وشفا وبون ابيتي. وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والشير، وباي باي.